مساء الانوار. لفيت الارض والبحار، لقيت الحلو محتار في ايه يا عم انت وهو معقدينها كده ليه؟ انت لسه زعلان يا صديقي؟ ما يهونش عليا زعلك يا صاحبي، علشان كده رجعت انزل من جديد، ولو مش مصدق اسال حميد. يلا بقى مالك كده عنيد؟ بس خلاص فهمت، انت عايز دليل يا باشا. انت مش شايف ان جايب ليك مقطع طويل ولا ايه الدنيا؟ اذا كان ده مش هيرضيك شكلنا هنرجع ننزل فيديوهات 7 دقايق من تاني ولا ايه؟ بهزر معاك يا عم، مالك كده اتقمص؟ المهم مش عايزين نكتر بالكلام، فلو لسه زعلان كامل الفيديو للاخر وانا هتاكد انك مش هتقفل الفيديو الا لو انت مبسوط. قشطه، يلا بينا نشوف. بعد حادثة العربيات اللي حصلت والعربيات المشقلبة يمين وشمال، سومان بيكون مع أخته صفية اللي بتقول له الأخت محاسن لسه بالعربية يا أخويا. بيقول لها خليك أنت هنا وأنا هروح أنقذها. بالفعل بيروح وبيقول لها محاسن يا محاسن أنت لسه عايشة؟ بتقول له يا ابن ودواتي سؤال انجز طلعني. بتكلم نفسها وبتقول هو أنا هموت هنا؟ لكن المخرج عنده كلام تاني. سومان بيشد العضلة، بينشف العروق، وواحد واتنين وبيوزع، بيخلع باب العربية من مكانه. بيقول لها محاسن يا محاسن انت لسه عايشه؟ اصبري شويه بس. ومحاسن بتكلم نفسها وبتقول مع ان بتاع الحريم ده غبي بس عنده كرامه راجل ومش بيسيب حد خالص، ونقاط الاعجاب بتزيد وبيحذف النقاط اللي كانت بالسالب. سومان بيقول الله يغضي، اخيرا نقاط الاعجاب بقيت موجبه، انا زهقت وانا بحاول اعدلها. لباس عليك اخويا سومان، والله انك تستاهل، والله انك كفو. بس الحق البنت بقى قبل ما تموت على ايدك يا عم. بالفعل بياخدها من العربيه وبيروح عند صفيه اللي بتقول لها اخت محاسن انت كويسه؟ يا لهوي وشك يا محاسن. محاسن بتقول لها وشي ماله في ايه؟ بتقول لها خدي شوفي يا اختي. بالفعل بتاخد تشوف وشها وبتتصدم من خط بارليف اللي اترسم على وشها، مش بتحتمل المنظر وبتكسر المرايه. سومن بيقول لها حصل خير يا محاسن، احمد ربك انك لسه عايشه، بعدين الحياه متطوره دلوقتي ونقدر نشيل الندوب والجروح ببساطه. محاسن بتقول له انت بتتكلم جد يا زعيم؟ يعني ممكن ارجع جميله؟ بيقول لها طبعا. بتحضنه وبتعيط. بعد شويه بتيجي الاسعاف وبتاخد المصابين. بتكون محاسن وصفيه وسومان في عربيه. سومان بيكلم نفسه وبيقول شكلي لازم اتعلم مهاره الطب، ممكن تكون نقاط الاعجاب الجايه بتعتمد عليها. باليوم التالي يوكي اللي بقالها 5 مقاطع ما شفتهاش بتتصل بسومان وبتقول له انت جيت العاصمه ولا لسه؟ عندنا حفله ملهاش علاقه بالنت بس هتكون النهارده. سومان بيقول لها معلش يا اختي يوكي مشغول شويه، وانا جاي العاصمه عملت حادثه بالعربيه. بتقول له حادثه ازاي؟ انت فين دلوقتي؟ بالمستشفى؟ يا بنتي يا سعديه جهزي العربيه ولم الحريم. سومان بيقول لها ما تخافيش ما تخافيش، مش لازم تيجي، انا تمام وطلعت من المستشفى دلوقتي، النهارده هكون بالحفله. ما قلت لك خلاص ما تجيش، خليكي مكانك انا هتحرك دلوقتي. اما محاسن بتكلم نفسها وبتقول موضوع ان وشي باظ ممكن يكون مش وحش، المهم امكانياتي وقدراتي تكون تمام التمام، بعدين في النهايه الناس بتحكم على المظهر، مين مش هيحكم على المظهر دلوقتي؟ سومان بيقول السكرتيره محاسن ابقي شوفي ليا لو في اي فيلا متاحه في العاصمه حاليا، عايز اشتري واحده لنفسي. صفيه بتقول له انت شكلك كده مش هتسكت غير لما تقعد على عمود كهرباء، محاسن اتصابت وانت لسه عايزها تشتغل. سومان بيقول لها بس محاسن دي اكتر واحده انا بوثق بيها. بتقول له بس ما ينفعش تشغل الناس بالطريقه دي. لسه هتقول لمحاسن ما تاخديش بكلامه، بس بتلاقي ان محاسن قاعده تعيط. سومان وصفيه بيتصدموا وسومان بيقول هو انا اتهورت وتقلت بالهزار، لكن محاسن بتقول لصفيه لا انت فهمت الزعيم غلط، هو بس بيعاملني زي الاول ومش مهتم ايه حصل لشكلي، بقيت وحشه ولا لا، ده دليل انه مش بيحكم بالمظاهر. بتقول له ما تخافش يا زعيم، هنفذ المهمه بتاعتك ومش هكسفك. بالليل بيروح سومان وصفيه الحفله، وصفيه بتقول اخويا هي دي الحفله اللي انت بتحضرها؟ يخرب بيت الجمدان، ايه ده كوكو، انا مش مصدقه اني شايفاه قدام عينيا. سومان بيقول لها من هنا ورايح هتروحي حفلات زي دي كتير في المستقبل القريب، تعالي انا هساعدك علشان تتعودي على الحاجات دي. صفيه بتقول له طيب واحنا مش المفروض نلبس لبس كويس علشان المناسبات؟ انا شايفه كله لابس فساتين وبدلات رسميه. سومان بيقول لها الهدوم مش لازم تكون جامده وغاليه علشان نحضر بيها حفله، انا لو جيت بشبشب محدش هيقدر يبص عليا حتى، لكن في بنات بيقولوا بص البنت اللي واقفه هناك لابسه ازاي، شكلها فقيره جت هنا بالغلط. سومان بياخد باله من كلامهم وصفيه بتحس بالاحراج، ربنا ما يحطك بموقف زي ده يا صديقي. سومان بيكلم نفسه بيقول النوع ده جه منين؟ ازاي تتكلم كده عن اخت المعلم صياد الحريم؟ بيروح ليهم وبيقول لهم لو سمحتي خلي بالك من كلامي. الزرقاء بتقول له لو سمحتي ايه الطريقه دي، انت بلدياتي قوي يعني. والصفرا بتقول له وبعدين انت مين علشان تقول لنا نخلي بالنا من كلامنا؟ سومان بيتضايق بيكون خلصها، لكن صفيه بتمسك بتقول له خلاص يا اخويا سيبك منهم، لكن سومان حطها في دماغه وبيقول لها بص يا زرقاء هديك فرصه علشان تعتذري من اختي. الزرقاء بتقول له اعتذر من مين يابا، انت متعرفش انا عندي كام متابع؟ لكن سومان بيضربها بالكف
الزرقاء بتقول له انت مجنون، انت بتضربني انا، لكن سومان بيضربها بالكف على الخد التاني علشان ما يزعلش. بيحب العدل هو. احبك انا لما تكون مسيطر، خليك راجل يا خليك صعيدي ومفيش واحده ترفع صوتها عليك يا معلم. المهم الناس بتتلم وبتقول بيضرب واحده، فين الجنتله والسندله؟ سيبك يا ابن الناس من الكلام ده، انت صعيدي اصيل، ولو في حرمه رفعت صوتها عليك المره الجايه هترفع ايديها، خليك راجل يا ابن الحلال. يا اخي حاسس ان نبره صوتي وانا بتكلم بالصعيدي جامده، مش عارف ليه، انا بفكر اخلي الملخص كله بالصعيدي. المهم سومان بيكلم نفسه بيقول ايه العبط ده؟ من امتى اتكتب بالتاريخ انه ما ينفعش تضرب حرمه؟ كله الا الكرامه. على الهادي يا اخويا سومان، انا فاهمك والله، بس القانون بيقول لا تضرب المراه، والدين بيقول لك لا تضرب المراه، والمجتمع بيقول لا تضرب المراه، والمراه بتقول لك لو راجل اضربني. ربنا يصبرنا يا رب. المهم سلمى بيجي جري وبيقول مين اللي بيبوظ الحفله بتاعتي؟ بيشوف سومان وبيتصدم، بيكلم نفسه بيقول المعلم صياد الحريم، اخر مره شفته كان وقت ما كان لسه في بدايه شهرته، دلوقتي شهرته بقيت حاجه فوق الخيال، دي فرصه جامده اني اقابله هنا. الزرقاء بتشوف سلامه فبتروح جري لعنده بتقول له سلاموكا انت جيت اخيرا، شوف الصعيدي ده ما يعرفش حاجه عن المجتمع بتاعنا وتهجم عليا، شايف خد ازاي احمر؟ لكن سلاموكا التاني بيضربها بالكفه بيبعدها. بيروح عند سومان وبيقول له معلم سومان انا بعتذر منك، انا بس مشيت معاها مرتين فشكلها شافت نفسها، حقك عليا انا يا كبير. الناس بتقول هو اللي انا شايفه ده حقيقي؟ مش ده سلامه اللي بيسموه شيطان العيله؟ ازاي قلب احترام واخلاق قدام الراجل ده؟ والتاني بيقول له يا ترى مين الراجل ده علشان سلامه يخاف منه كده. وصفيه بتكلم نفسها وبتقول اخويا سومان مسيطر باي مكان يروحه، عامل زي البطل بالمسلسلات، انا فعلا بحبه، ونقاط الاعجاب بتزيد 5 نقاط. بوقت تاني عند الاخت محاسن اللي بتكون قاعده على السرير وماسكه الموبايل بتقول جه الوقت علشان اتصل بالمعلم مسعود علشان اقول له على اخر الاخبار، لكنها بتفتكر كل حاجه عملها معاها سومان. ما تفهمنيش غلط يا صديقي، والله انا مرتاح ليك، لازم اخلي بالي من كلامي كويس علشان ما تفهمنيش بطريقه تانية يا مان، ما مش هنحور على بعض، عارفك مش سلكان، يعني واحد بيسمع سومان هيفهم ازاي بس. المهم محاسن بتقول فاك يوز بروبلم اي كان سبيك، انا دماغي ليه بتفكر فيه؟ شكلها ما تعرفش انها وقعت خلاص. المهم مسعود بيتصل بيها وبيقول لها خير يا محاسن، بتقول له يا زعيم يلا بينا ننفذ الخطه، انا سيطرت بالسر على شويه اراضي من اللي اشتراهم سومان، واكيد خلال الوقت ده هيأثر على خطط مشروع مدينه السينما والتلفزيون. مسعود بيقول لها عاش عليك يا محاسن، انا قلبي ليكي كان حاسس، اول ما ترجعي عندي هبسطك. محاسن بتقول له يا زعيم ما تقولش كده، انت بتعاملني كويس من غير حاجه، من غيرك انت كان زماني ميته من الجوع بالشارع، انت اللي اخدتني واكلتني وشربتني ولبستني، وكفايه يا عم خلاص والله عرفنا ان هو اللي عمل منك حيوان. المهم مسعود بيقول لها عارفه يا محاسن انت اكتر واحده انا بوثق بيها، وما تعوليش هم الحادثه اللي حصلت ليكي، اول ما ترجعي هجيب اجدعها دكتور وهتاكد اني هعالجك كويس. محاسن بتقول له شكرا يا زعيم، بتقفل معاه وبتقول هو ازاي عرف حادثه العربيه؟ شكله كان بيراقبني، هو مش بيوثق بيا. بنفس الوقت بس بالحفله عند سومان وصفيه العرض بتاع الفنان كوكو بيخلص، والمقدم بيقول دلوقتي معانا عرض خاص لفنان خاص جبناه معانا. صفيه بتقول اخويا هو انت تعرف مين الفنان الخاص اللي بيتكلموا عنه ده؟ لكنها بتصدم وبتقول وات از ذس باتمان؟ اخويا انت لبست قناع باتمان ليه؟ بيقول لها بصراحه كده انا باتمان الحقيقي. لا كده هندخل على شغل بعض يا اسطى، معاك فلوس وقلنا ماشي، معاك نسوان وقلنا عادي، لكن تسرق شخصيتي هنا ستوب برو. بصراحه كده يا شباب مش هخبي عليكم اكتر من كده، كان لازم اعترف، بس بصراحه كده يعني انا باتمان الحقيقي. طبعا عارفين اني بتاخر بتنزيل الفيديوهات، بس ما تعرفوش السبب، علشان بحمي المدينه بالليل وبالنهار بكون عايز انام علشان كنت سهران. انا باتمان. المهم سومان بيقول لها انا هقدم لك عرض مميز، والناس بتقول ايه ده؟ مش ده البيانو اللي اتباع بسعر خيالي؟ وسومان بيطلع على خشبه المسرح بكل جمدان علشان سرق شخصيتي. روح يا بعيد مش مسامحك يا ابن الناس. صفيه بتقول اخويا سومان جامد جدا، ونقاط الاعجاب بتزيد وبتوصل 90 نقطه. سومان بيروح يقعد على المسرح قدام البيانو، والناس بتقول مين ده؟ معقوله يكون الفنان زنيتسو؟ اي حد غير زنيتسو ما يستاهلش انه يغني على البيانو ده. وطبعا انا ما بحبش اكسفهم يا صديقي، فقلت لسومان يعمل نفسه ان هو اللي بيغني وانا هغني من غير ما حد يعرف. فتقول لي ما كده سومان هياخد الشهره كلها. اقول لك ما ياخدها يا اسطى، ده قال هيجيب ليا مكيف 2000 حصان، وانا بصراحه كده وافق. المهم عدت 5 دقايق سومان لسه ما بداش، والناس بتقول
بتقول له هو هيبدا امتى؟ معقول يكون ما بيعرفش يغني؟ وطبعا سومان مستني ان نكتب كلمات الاغنيه. الناس بتقول له يا جدع لو مش هتعرف تغني انزل من على الخشبه. والناس اللي بتتفرج على اللايف بتقول هم جابوه منين؟ هو هيخلينا قاعدين كده؟ ما ينجزوا يجيبوا حد غيره. بنفس الوقت عند منار ويوكي، منار بتقول يا يوكي التعليقات كلها قلبت علينا ولازم نتصرف نطلع بحل. يوكي بتقول لها ما تخافيش خلينا نصبر شويه، اكيد سومان هيجيب لنا مفاجاه. لكنها بتكون قلقانه وبتكلم نفسها وبتقول سومان جامد بالاغاني بس ايه اللي مأخرها كده؟ بالفعل بتيجي اللحظه المنتظره واللي هي اني خلصت كتابه الاغنيه وسومان هيبدا يمثل ان هو اللي هيغني. اسمعوا كده انت اللي طلبتي تطلقي الناس بتقول يخرب بيت الجمدان الاغنيه دي، حاسس ان اعرفها بس ما اعرفهاش. والعندليب سومان بيكمل وانا بغني وتسيبي بيتك وتفلقي انت اللي طلبتي تطلقي وصفيه بتكلم نفسها وبتقول اخويا سومان عامل زي النجوم وهو بيغني، يا ترى ايه عدد الاسرار اللي مخبيها؟ وسومان بيكمل وانا بغني وعملنا ميكس عصير فريش برش تشيبه انت اللي طلبتي تطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي تصدقي لسه شاريلك جونيلا فستقي ما تستهليهاش. والله انا ما عارف ايه الاغنيه اللي انا غنيتها دي بس سلكوا ليا يا جدعان. ومنار ويوكي بيكونوا مصدومين من جمال صوتي. منار بكل انبهار بتكلم نفسها وبتقول يخرب بيت جمال صوتك يا فنان، انا ما بقتش قادره استحمل، يا ريتك تكون ليا. بنفس الوقت الاخت كريستال بتكون بتتفرج على اللايف وبتقول الاغنيه دي مش اي حد يقدر يغنيها، الناس اللي حبوا بجد هم اللي يقدروا يغنوها. شايفه يا سعديه؟ سامعه يا بنت الحلال؟ كلهم خدوا بالهم ان مش اي حد يغني، سهل انك تقول اي كلام بس صعب انك تكون انا. كريستال بتقول يعني بالاخر شخصيته المليانه هموم، عنده قلب لين ومسكوب ونقاط الاعجاب بتزيد. الحفله بتكون لسه شغاله وصوتي مولعها وسومان بيكمل تمثيل ان هو اللي بيغني بس الجمهور بيكون متحمس ومولعها صراخ من جمال صوتي. بنفس الوقت ناديه بتكون بتتفرج على اللايف بتاع الحفله وبتقول يا جمدانه بيغني بطريقه جامده جدا، هو زي عنده المهارات دي كلها زي ما هو متوقع من الراجل اللي بحبه، يا ريتني كنت اقدر اكون هناك. ابوها بيقول لها بطلي لعب بالموبايل وخلي بالك من القعده معانا. ياسر بيقول له ولا يهمك يا عمي سيبها براحتها، كلنا بنمسك الموبايل بكل الاوقات. بيقول له معلش يا استاذ ياسر بسبب قله التربيه دي. ياسر بيقول له ولا يهمك خالص يا عمي، انا اصلا معجب بشخصيه بنتك وخلاص احنا قررنا نتعاون معاك. ناديه بتكلم نفسها وبتقول ابن كان سبب في المشاكل اللي حصلت بيني وبين سومان والمره دي قرر يتعاون مع ابويا علشان يتعشى معايا. ياسر بيقول لهم يا استاذه ناديه انا عملت مفاجاه صغيره ليكي اتمنى تعجبك، سمعت انك بتحب البيانو وانا كنت بتعلم من كام سنه. بيروح يعزف وبيقول انا جامد في صوت النسوان واكيد بعد ما تسمع الاغنيه دي مش هتقدر ترفضني. وناديه بتكلم نفسها وبتقول ايه العبط اللي بيعمله ده، ما يجيش حاجه خالص قدام سومان لما بيرفع صابع واحد بس على البيانو. بنفس الوقت بس بمكان تاني عند محاسن اللي بتكون مشغله اغنيه سومان وبتعيط وبتقول ازاي يقدر يعمل كده وهو عيل غبي، ازاي يقدر يغني ويقول كلام يلامس القلب كده، ده عشان انا اللي بغني يا فنانه. بتقول الراجل ده زي القمر بيشدني بجماله ونقاط الاعجاب بتزيد 30 نقطه. اي خدمه يا فنان، ما تنساش تبعت لي المكيف ال2000 حصان علشان شويه وهسيح من الحراره. بنفس الوقت بس بمكان تاني عند الاخت جهاد اللي بتكون في العربيه وواحد بيقول لها احنا اشترينا اراضي كتير بالصعيد والموضوع مش مرتاح ليه، خايف الفلوس اللي معانا ما تقضيش وتخلص ووضعنا يبقى وحش. جهاد بتقول له ما تخافش وكمل في اللي بتعمله وماليش دعوه بالفلوس. بتكلم نفسها وبتقول محاسن قدرت تشتري اراضي كتير في الصعيد ولازم انا اشتري اراضي جنبها واحيز عليها علشان لو فكرت تعمل اي حركه اقدر اقف بطريقها. شكل منطقه ملاوي هتكون مكان مدينه السينما والمكان القديم كان اشاعه علشان يخبي مكان المدينه الحقيقيه. دلوقتي سومان يقدر يوثق بيا وانا مش هسيب محاسن تعدي مني على الهادي كده. بتلاقي رساله جات ليها من صفيه بتقول لها تعالي لايف بسرعه وشوفي اخويا هو بيغني. جهاد بتقول سومان فتح لايف، هو زهق من شغل الاعمال وراح لشغل بتوع كبسوا والدمبل وشباب مش هاكل غير لما تبعتوا لي اسد. بمناسبه اننا بنتكلم عن كبسوا احب اقول لكم ان عملت حساب تيك توك وهنزل عليه حاجات كتير، فعايزك بقى تروحوا تعمل متابعه علشان افتح لايف واقول كبسوا هي جت عليا شباب كبسوا والدمبل يا شباب، فيلا نوصل الحساب 1000 متابع هستناكم هناك. المهم نرجع لموضوعنا. صفيه بتروح وبتفتح اللايف بتشوف سومان اللي اول ما بيبدا يغني على خشبه المسرح بجمال صوتي بتتسحر. بتكلم نفسها وبتقول يخرب بيت جمال صوته ونقاط الاعجاب بتزيد. سومان بيخلص وبيكون نازل من على المسرح بيكلم نفسه وبيقول شكل عرض النهارده جه عليا بالفايده، اي خدمه يا اخويا بس ما تنساش تجيب لي المكيف ال2000 حصان.
الحصان وهو نازل من على المسرح الناس بتقول له انت رايح فين؟ خليك شويه كمان، طب اشلح القناع يا فنان ورينا شكلك. لكن سومان مش بيعبر حد. باليوم التالي في الشركه عند محاسن واحد بيقول لها يا زعيمه مصيبه، في جماعه بينافسونا وبيحاولوا يشتروا الاراضي مننا وحوالينا والمناطق اللي جنبنا واشتروا الحاجات اللي احنا لسه ما اشتريناهاش، شكلهم ناس جامدين وعندهم خلفيه. محاسن بتكلم نفسها وبتقول ناس بيشتروا الاراضي؟ ده عامل زي سومان. الفريق بدأ بالفعل ياخد اجراء، لو اشترينا كل الاراضي نص الناس هتخسر الوظائف بتاعتها. بتقول له تمام هتصل بالزعيم واشوف. بتتصل على سومان لكن التليفون بيكون مغلق. بتكلم نفسها وبتقول ليه سومان قافل تليفونه في وقت زي ده؟ معقوله يكون هرب؟ باليوم التالي بالشركه بتاعت يوكي البنات بيكونوا بيتكلموا وبيقولوا اسكتي يا بت دي مصيبه كبيره، شكل الشركه بتاعتنا هتفلس. بتقول لها تتكلمي جد؟ بس انا سمعت ان واحد غني فشخ بيدعم الشركه. بتقول لها انت بجد ما تعرفيش؟ هقول لك انا، كانوا بيقولوا ان المعلم صياد الحريم هو اللي ماسك الشركه، ومع كده هو لسه ما ظهرش ابدا، عشان كده في اشاعات ان الشركه بتفلس. وزي ما سمعت من عمي اللي شغال صحفي ان المعلم صياد الحريم خلاص بيفلس والدعم بتاعه بيقع. بتقول لها بجد؟ سمعت ان هو غني جدا، بس ازاي ينهار الدعم بتاع المعلم صياد الحريم؟ بتعدي مديحه اللي ملهاش طعم او ريحه وبتقول المعلم صياد الحريم الدعم بتاعه انهار. بتروح على طول عند يوكي وبتقول لها، ويوكي بتقول ده مستحيل، انا عارفه قدرات سومان ولو كسرت عمودي الفقري مش هصدق. مديحه بتقول لها وانا مالي يا لمبي، انا بقول لك على الشائعات اللي بيقولوها وشكلها حقيقي، اتصلي بيه واساليه. يوكي بتكلم نفسها وبتقول سومان كان غايب فعلا بالايام الماضيه ومحدش سامع ليه حسه، فكرته بيستثمر فلوسه هنا وهناك، معقوله يكون وقع بمصيبه؟ بيعدي اليوم وكل دقيقه بتعدي الكلام بينتشر هنا وهناك ومفيش حد مش بيتكلم عن المعلم صياد الحريم اللي خسر فلوسه. هنا احب افكرك يا صديقي ان الشائعات بتنتشر بطريقه اسوأ من كده، واحذرك قبل ما تشارك كلام سمعته اتاكد منه الاول صح او لا. الكلام مش بالحاجه البسيطه، ده حاجه كبيره جدا ممكن بسببها تخرب بيوت بسبب كلمه واحده بس. المهم في مكان تاني في فيلا سومان بيقول انا فلوسي خلصانه. مين قال كده؟ ناديه بتقول له سيبك من اللي قال كده، انت لو كنت في مشكله قول لي وانا هبيع العشه بتاعت ابويا واقف جنبك. بيقول لها انت بتقولي ايه بس؟ انا فعلا ما عنديش مشاكل، لا فلوس خلصانه ولا حاجه، لو عندي مشكله فهتكون ان فلوسي مش خلصانه ومش هقدر اخلصها. بيقفل معاها وبيقول بحاول اخد راحه واريح نفسي يومين وتحصل المشاكل دي كلها. اما بوقت تاني عند ام ناديه اللي بتقول لها خير يا بنتي قالك ايه؟ بتقول لها ما قاليش حاجه يا ماما، انا بفكر ابيع عشه ابويا علشان اساعده. امها بتقول لها طبعا لا، انت اتجننتي؟ هتجيب لك كام مثلا العشه؟ ده سومان اللي جاب لك عماره، اكيد فلوسك مش هتعمل حاجه، انت بتتكلمي عن قطره ميه في جردل. بتقول لها كلامك صح يا ماما. امها بتقول لها من الاخر كده شكلها لعبه من سومان علشان يبين نقطه ضعفه، زي اختبار لحد معين، ممكن غبائك والتهور اللي فيك يبوظ خطه سومان. بنفس الوقت يوكي بتتصل بسومان وبتقول له سومان انت كويس؟ سمعت انك خسرت كل فلوسك، ما تخافش انا جنبك وهساعدك، حتى لو هفتح لايف واشلح واتشلح واقول كبسوا كبسوا. فيك الخير يا بنت الاصول، لو واحده غيرك كانت عملت له بلوك. المهم بس هتفتح اللايف امتى؟ المهم مش هي وحدها اللي بتتصل بسومان، كمان الفنانه كريستال بتتصل وبتقول له معلم سومان انت في زنقه ومحتاج فلوس، قول لي الرقم اللي انت عايزه وانا اجيبه لك. كوثر كمان بتتصل بسومان وبتقول له انا سمعت انك محتاج فلوس، طب ليه ما قلتش ليا؟ انت مفكر اني هتفرج عليك واسيبك؟ وسومان بيقول في ايه يا جدعان؟ مستوره والحمد لله، انا ما خسرتش فلوسي ولا حاجه، ده انا لسه مشتري فيلا يا جدعان. بعدين هو في ايه؟ كله قاعد يتصل بيا يسال معايا فلوس ولا لا؟ من ابن اللي نشر وقال اني محتاج فلوس. الوضع اتغير، في الاول كنت بصرف عليهم ودلوقتي لما سمعوا اني فلست عايزين يصرفوا عليا، واضح كده اني سحرتهم بجمالي وخليتهم ما يقدروش يبعدوا عني. تليفونه بيرن فبيرد وبيقول خير بقى عايزين ايه؟ بتكون جهاد اللي بتقول له لا والله وكمان متضايق، المهم بعت لي العنوان بتاعك حالا. بيقول لها ليه؟ بتقول له وده سؤال تساله لوحده؟ عندها حق الصراحه، ما تديها العنوان وانت ساكت يا عم. بتقول له جايبه لك مفاجاه كبيره. بالفعل بيديها العنوان وبيقول انا ليه حاسس انها صدمه مش مفاجاه. بوقت تاني وفي مكان تاني عند الاخ ياسر اللي بيكلم الخدم وبيقول لهم النهارده لازم ناخد بالنا علشان عندنا ضيف مهم، مش هقبل اقل غلط. ضيوفنا النهارده ناس رفيعه المستوى ومهمه، ومن ضمنهم المعلم مسعود صاحب كبر مسعود المشهور. بالفعل بعد كلامه على طول بتوصل العربيات، بيفتح العربيه وبينزل منها المعلم مسعود اللي عمل كبر مسعود، وياسر بتقول له هلا وغلا ونورت المكان يا معلم. مسعود بيقول له في ايه يا ياسر؟ ده كلام برضه، احنا اصحاب من زمان يا اسطى، مش لازم كل ده. المهم بس ابوك المحروق عامل ايه؟ بنفس الوقت بتوصل المعلمه محاسن وبتقول هو ده المكان؟ المعلم مسعود اكد عليا اجي المكان ده. بتنادم على مسعود وبتقول له انا جيت يا زعيم، لكن الحراس بيقولوا جت منين الشحاته دي؟ ارموها بعيد. الحراس بياخدوا تشكيله 4-4-2 وبيقولوا خلي بالكم من المعلم. محاسن بتقول في ايه يا معلم؟ دي انا محاسن، هو انت قلبك ما كانش
حاسس؟ مسعود بيقول دي محاسن. بيروح عندها وبيقول لها يا قلب انت يا محاسن، ازاي وصل بيك الحل كده؟ وقبل ما يقرب منها بيتيبس مكانه لما بيشم ريحتها الزباله. بيقول لها ايه ريحتك دي يا محاسن؟ انت عايزه تنزلي راس الارض ولا ايه؟ بيقول الحراس يساعدوها ويجيبوها معاهم. محاسن بتكلم نفسها وبتقول انا كنت مخلصه ليك وخطرت بحياتي علشان انفذ ليك المهمه، ما جاتش ليا الفرصه اني استحمى علشان كنت خايفه الجرح يتفتح، وانت بتعاملني بالطريقه دي، شكلي ما كنتش اكتر من كلبه تقدر ترميها وقت ما انت عايز. بالفعل بيروح وبيقعدوا على السفره، وسامي بيقول يعني دلوقتي سومان اللي الناس عارفاه بالمعلم صياد الحريم انتهى موضوعه؟ مسعود بيقول لها تعالي يا محاسن اشرح ليهم. بالفعل محاسن بتقول لهم على الخطه اللي عملوها، وهي انهم اشتروا اراضي كتير ومهمه جدا في الصعيد. فتوح بيقول لها يعني لو هو عايز يبني مدينه السينما والتلفزيون هيكون مربوط بسببنا، ولو عايز يتحرر هيحتاج يدفع اللي وراه واللي قدامه. محاسن بتقول له كلامك صح يا محروق. والاخ ياسر بيقول انا سمعت ان هو عنده مشكله ونقص بالفلوس، يعني دلوقتي موضوعه خلصان. مسعود بيقول لو كان معاه فلوس كان يصرفها وهو ساكت بلا ما يتحداني، ادي اخرتها لما تفكر تقف قصادي. بيرفعوا الكوبايات وبيقولوا يلا نشرب عصير فراوله. وياسر بيقول انا مش هخبي عليكم، اختي حاليا متخفيه وقاعده معاه، اشاره مني بس وهتشقلب وتقلب ونقدر نقول خلصنا عليه على الاخر. لكن على عكس المتوقع اخته جهاد بتكسر الباب وبتقول انت يا ده سومان انا جعانه انجز اعمل اي حاجه. صفيه بتقول لها ايه ده جهاد انت هنا؟ تعالي اقعدي نتكلم هنا يا وليه. بيروحوا يقعدوا وصفيه بتقول لها انت بتحبي اخويا صح؟ انت كنت وراه في كل مكان. جهاد بتقول لها انت بتقول ايه بس؟ انا اللي الناس بتجري ورايا وهتلاقي طابور ملهوش اخر، اسيبهم واحب اخوكي؟ سومان بيكون بيتفرج عليهم وبيقول ازاي عيله ياسر عندهم واحده زي مكبر الصوت ده بتدوش الناس في كل مكان. بس كويس انها جت. صفيه كانت قاعده وحدها زهقانه، في واحده بتخبط على الباب وبتقول افتحي الباب انا عارفه انك جوه. جهاد وصفيه بيستغربوا وصفيه بتقول الصوت ده صوت بنت. جهاد بتقول لها شكلها واحده تانية اخوك خانها وجايه تاخد حقها. بيفتحوا الباب اللي بتكون الفنانه كريستال. جايه جري ولا ايه؟ بالراحه يا ماما خدي نفسك، هو في كلب كان بيجري وراكي ولا ايه؟ صفيه وجهاد بينصدموا انها الفنانه كريستال. بيروحوا يقعدوا علشان الفنانه تاخد نفسها. جهاد بتقول هي بتعمل ايه هنا؟ وصفيه بتقول لها ما تجيبي توقيعها كفنانه. اما جهاد بتقول يعني طلعت هي التانية معجبه بسومان، ممكن تكون خصم مش سهل خالص. بيجي سومان وبيقول لهم يلا بينا يا بنات الاكل جاهز. واول ما بيحط السفره بينزلوا فيها زي المفاجيع. بيقولوا عاش يا فنان ايه سر الاكل الجامد ده؟ بيقول لهم سمنه الهانم يا استاذه انت وهي. سومان بيقول لكريستال ايه اللي جابك فجاه كده؟ بتقول له كنت قاعده قلقانه عليك وصوتك ما كانش مريحني في التليفون فجيت اطمن عليك واشوف ايه حوار مشكلتك مع الفلوس واساعدك. بيخلصوا اكل وبيعبوا الكرشه بنجاح ونقاط العجاب بتزيد وتزيد. سومان بيقول ادي الطبخ طلع بيحسن المزاج بجد. بعد الاكل الاخت جهاد بترمي الملف لسومان وسومان بيستغرب. جهاد بتقول له اتفضل يا سيدي اهي المفاجاه اللي قلت لك عليها. بيفتح الملف وبيلاقي انه تقرير عن الاراضي اللي اشتريتها. جهاد بتقول له ما تقولش هم انا عملت حسابي وجبت معايا خريطه اشرح لك عليها. بتفتح الخريطه وبتقول له المنطقه اللي باللون الارجواني دي المنطقه اللي اشتريت فيها الاراضي، واتكلمت مع ناس وهم مستعدين علشان يدعموا مشروع السينما الجديده. المناطق اللي انا سيطرت عليها والاراضي اللي سيطرت عليها شركه ادفع وانا ادلعك هتهزر همرجحك مجموعهم مليون فدان، وانا لسه ما ضيعتش ايه ال 50 مليار اللي انت اديتهاني. بتكلم نفسها وبتقول انت هتهزر معايا؟ انا فضلت ساعه بكتب والخص الحوار وفي الاخر ده منظرك؟ انت مش مهتم غير بتضييع الفلوس. كريستال بتنصدم وبتقول يا خراشي يعني الدوشه اللي كانت معموله كلها كانت من تفكيرك يا سومان؟ مع الارض الكبيره دي نقدر نبني المدينه الجديده واحنا مستريحين، ده غير ان الارض مفيش عليها قيود او حاجه. الاراضي اتقسمت لثلاث اقسام على 3 مدن مختلفه ومحدش يقدر يسيطر عليها، واي حد هيحاول يحاصرنا هيخسر فلوس بسبب مخطط سومان. سومان خطط لكل حاجه من البدايه. بسبب الخطه بتاعته ما جابش اي شكوك لينا او حاجه، من حظي انه واقف جنبي، الراجل اقدر اعتمد عليه. ونقاط الاعجاب بتزيد وبتزيد وبتوصل 95 نقطه، ولان سومان صرف عليها رقم ملهوش اول من اخر فبياخد 10% من المبلغ، وده غير نقاط التقويه اللي خدها سومان. بيستغرب وبيقول هو انا عملت ايه؟ شكلها ما قدرتش تتحمل جمالي. بمكان تاني عند الشركه بتاعت يوكي بتقول لمنار ممكن اطلب منك طلب؟ صح سومان قال لي انه كويس بس انا لسه قلقانه، سمعت انه عمل شركه للعقارات وعايزاكي تساعديني ادور في موضوعها. منار بتقول لها اعرف ان شركه ادفع وانا ادلعك هتهزر همرجحك، مديرها التنفيذي هي محاسن وكانت سكرتيره سومان. يوكي بتقول طالما شركه ادفع وانا ادلعك هتهزر همرجحك في مشكله يبقى سومان هو التاني في مشكله. منار بتقول لها ما تخافيش اعتبر الموضوع خلصان، انا واحده من اجمد البحارين في النت، ظرف ساعه واجيب لك كل حاجه عن الشركه وعن محاسن. بتقول لها عاش عليكي هي دي صاحبتي ولا بلاش. بنفس الوقت عند سومان اللي بياخد مهاره
التمثيل. بيقول يا ترى المهاره دي تقدر تشقط نسوان ولا ايه الكلام؟ بيروح يجرب وبياخد شخصيه عبد الحليم حافظ. بيقول كريستال انت خزواتيني بعينيكي، في حاجه على وشي ولا ايه الكلام؟ الفنانه عيونها بتقلب قلب وقلب ليها ندق، بتكلم نفسها وبتقول ايه النظره دي؟ حسيت انه شاف قلبي وعذبه من كتر جماله. يا مزوبني بعيونك ومدلعني بصوتك. الفنانه مش بتستحمل وبتقع. سبحان الله. سومان بيقول التقرير والخريطه وكل المشاكل اتحلت. معقوله اكون بالغلط عملت كل ده؟ معقوله تكون كريستال مفكره اني كنت مخطط لكل حاجه علشان كده نقاط الاعجاب زادت؟ الراجل بجد مش بيكلف نفسه انه يشرح حاجه طالما بتفهموا كل حاجه حسب دماغك. هسيبكم كلكم لخيالكم الواسع. جهاد بتقول له ايه رايك؟ ابهرتك مش صح؟ خلال كام يوم بس حليت ليك مشاكل كتير احسن من ناس بقالها مقاطع كتير تبهدل الدنيا. ونروح للناس التانية ومحاسن بتشرح لهم وبتقول لهم وبكده فرصه المعلم صياد الحريم في قلب الطاوله علينا صعبه، الا لو كلهم بينصدموا بيقولوا الا لو ايه؟ بتقول لهم لو دفع مليارات الفلوس علشان يحل الموضوع، بس انا اشك انه يقدر يعمل كده لو قاعد معاه فلوس اصلا. ياسر بيقول صدمتنا على الفاضي، انت بجد جامده وعندك ذوق في الكوميديا. فتوح بيقول بالمناسبه يا مسعود هي محاسن السكرتيره بتاعتك؟ بيقول له خير في حاجه ولا ايه؟ فتوح بيقول له لا ابدا مفيش، بس كنت شامم ريحه وحشه جايه منها فكنت بسال علشان اعرف ان كل حريمك جامدين. يا ترى ممكن تشيل الشاش اللي على وشك وتورينا جمالك؟ محاسن بتنصدم وبتقول معلم مسعود، لكن مسعود مش بيرد عليها. بيكلم نفسه بيقول فتوح لسانه فالت بس ما اقدرش اقول له حاجه، انا محتاج التعاون ده. بيقول لي محاسن طالما فتوح طلب ده فشيل الشاش ووريه وشك. محاسن بتنصدم بتقول له انت بجد عايزني اشيل حجابي؟ حجاب ايه يا فنانه؟ انت مش واخده بالك من فتحات التهويه اللي سايباها بالفستان؟ كويس انك ما قلتيش انك عايزه تقلعي النقاب. لا مش كده، انت حافظه مش فاهمه. مسعود بيقول لها طالما قلت لك شيليه يبقى تشيليه، انت لسه بتسالي؟ بالفعل مش بيكون قدامها خيار او طماطم فبتبدا تشيل الشاش وبتوريهم خط برليف اللي بجبهتها. كلهم بيسكتوا ومش بيعرفوا يتكلموا من المنظر. وفتوح بيقول لها ابعدي ابعدي، انا كنت مفكرها جميله وجامده بس طلعت ام رجل مسلوخه في وشها. محاسن بتتعصب وبتقول طالما الكل شايفني ام رجل مسلوخه فهاخد اجازتي انا بقى. بتسيبهم وبتمشي. ومسعود بيكلم نفسه بيقول محاسن وشها اتدمر ومش هينفع معاه اي علاج، هي خلصت مهمتها ومبقاش في منها فايده بالنسبه ليا. فتوح بيقول بص يا سامي بص معمول لها خط برليف في دماغها. وسامي بيقول له ناقصها قناه السويس. لا ظريف يا اخويا ظريف، اضحكوا يا شباب علشان ما يتكسفش اضحكوا. المهم بنفس الوقت في الفيلا جهاد بتقول لها يلا يا صفيه تعالي نروح نعاكس شويه شباب. صفيه بتقول لها لا يا جهاد مش هسمع كلامك، اخويا قال لي انه بيكره النوع ده من البنات وبعدين الساعه داخله على 12 بالليل. جهاد بتقول لها انت ما زهقتيش من قعده البيت؟ بتقول لها وهزهق ليه طالما في اكل وشرب ونت. الجرس بيرن فبيستغربوا مين ده اللي جاي في الوقت ده. بيفتحوا وبتكون الاخت محاسن. صفيه بتقول لها خير مالك منظرك ما بيطمنش. محاسن بتقول لها لا مفيش. صفيه بتاخدها وبتقول لها تعالي بس وانا اديني معاكي. وجهاد بتكون متضايقه منها وبتقول جايه وبكل عين مع انها خاينه. صفيه بتقول لها اخويا كان عارف انك مشغوله فشال ليك العشاء على جنب، لو ما كانش قال لنا كنا كلنا الاخضر واليابس اللي قدامنا. محاسن بتقول لها اخوكي قال كده ساب لي الاكل بجد؟ صفيه بتقول لها ايوه مالك مستغربه. بتروح تاكل وبتقول يعني طول الفتره دي سومان هو الوحيد اللي كان بيعاملني كانسان، مش بتقدر تمسك دموعها اللي بتنزل من عيونها وبتقول هو لطيف جدا. صفيه بتقول لها مالك يا اختي محاسن انت بتعيطي ليه؟ قولي مين ضايقك وانا هقول لاخويا يظبطها. بتقول لها مفيش يا صفصف انا افتكرت شويه ذكريات مش اكتر، ونقاط الاعجاب بتزيد 10 نقاط. بتقول لها فين اخوك دلوقتي؟ صفيه بتقول لها اخويا راح ينام من شويه. محاسن بتقول لها يعني راح ينام بدري؟ بتقول لها قال ان عنده مشاكل كتيره بالفتره الاخيره وعايز شويه وقت علشان يهدى، وقال كمان محدش يضايقني. محاسن بتكلم نفسها وبتقول شكله مضغوط جدا، الكل بيحاول يوقعه ورجال الاعمال عاملين تحالف علشان يوقعوه، هو ساب لي الاكل ولسه بيعاملني كويس، ازاي انا قدرت اعمل فيه كده؟ ونقاط الاعجاب بتزيد 10 نقاط كمان. باليوم التالي عند يوكي ومنار. منار بتقول لها انا لقيت معلومات عن محاسن، دورت الليل كله واخيرا اكتشفت حاجات غريبه عنها، ما كانش عندها سجل مدارس او حاجه، وفي مره واحده اتسجلت بالجامعه وفي سن 17 راحت اتعلمت تعليم اضافي وخدت ماجستير مزدوج وخلصت فتره التدريب، وفي سن ال20 ادارت مشاريع بمليارات، وفي سن ال22 بقيت سكرتيره في شركه المخربش.
يوكي بتقول شركة المخربش، حسن سمعت عنها. منار بتقول لها مجموعة المخربش دي بتاعت مسعود، عنده استوديو افلام خاص بيه ومن الناس التقيلة بالبلد، وهدف سومان انه يعمل مدينة سينمائية، ده هيخليه منافس لمسعود مباشر. والغريب ان محاسن سكرتيرة مسعود، الاتنين بينصدموا بيقولوا معقولة تكون جاسوسة؟ يوكي بتقول مش غريبة، عشان كده في مشاكل مع سومان، حتى السيطرة على الاراضي ما كانش ماشي تمام، انا لازم ابلغ عن الموضوع. بتتصل بزومان بس تليفونه بيكون مغلق، بتقول هو ليه قافل تليفونه في الوقت الغلط ده؟ دلوقتي ما قداميش غير اني اروح ليه البيت، بس انا ما اعرفش بيته. بتتصل بكوثر تسالها، وكوثر بتقول لها لا ما اعرفش العنوان الجديد. خير في ايه؟ يا لهوي يا اختي جاسوسه، استنى انا جايه معاكي. بتتصل بناديه اللي بيكون معاها العنوان الجديد، بتقول لها بجد عنده جاسوسه، استنوا انا جايه معاكم. والاربعه بيقولوا عمليه انقاذ سومان هتبدا دلوقتي. مش عارف ليه بس بصراحه افتكرت كرتون الجاسوسات، والاربعه دول صراحه ما فيش اغنيه تمشي معاهم غير الاغنيه دي. إنهم سلاحف نينجا أبطال في صرفا هم 4 سلاحف وأبطال يحاربون الشر ليل نهار، ينقذوننا من الأشرار، يأكلون البيتزا باستمرار. مهما كانت التحديات لن توقفهم المشكلات، سيفعلون ما بالإمكان ليقضوا على الشر في كل مكان. ذو القناع الأزرق هو ليوناردو، يحارب بالسيف كل من يعترضه. أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات، رافائيل شاهد لا يحب المزاح، مايكل أنجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء. المعلم سبلنتر أعطاه مهارات يحاربون بها كل العصابات. إنهم سلاحف نينجا، إنهم سلاحف نينجا، إنهم سلاحف نينجا أبطال في صرفا. انهم سلاحف نينجا، انهم سلاحف نينجا خرجوا من البيت. اما سومان بيقوم من النوم وبيقول صباح الروقان، ايه الريحه الجميله دي؟ بيلاقي انها محاسن عندها ورديه في المطبخ النهارده. والله حاسس الحكايه قلبت حكايه اطبخ يا شلبي شويه، وهقوم الخص حلقات نجمه الطبخ. ايه رايك في مقطع اليوم؟ زي ما اديتك الكلمه بالبدايه خليتك تكمل معايا للنهايه، كنت عايز اخلي المقطع طويل شويه اكتر من كده علشان تستمتعوا بالحكايه اكتر واكتر، بس للاسف انا اللي فزت بالمقطع السابق. لو كنتم شديتم حيلكم شويه بس كنت نزلت الفيديو بعد 3 ايام زي ما قلت لكم، بس انتم خذلتوني. معقوله تكونوا بقيتوا مش بتحبوني؟ يعني بالاخر كنتوا بتستغلوني. هو المفروض كده اني بعيط علشان عرفت الحقيقه. يا عم عادي مش مشكله، المهم اني رجعت ادلعكم زي زمان. وحتى لو مش مصدق اسال سومان. حابب تعرف المقطع القادم هيحصل ايه؟ تمام انا هقولك. الاخ مسعود هيحاول يقتل محاسن اوبا معلش شكلي كده بولع الحماس عندك اكتر من ما هي مولعه، معلش كانت غلطه. لو متحمس ان المقطع ينزل سريع فتعال نعمل تحدي جديد، نفس التحدي القديم، 15000 لايك. ولا اقول لك استنى، قلت لك اني عملت حساب تيك توك صح؟ خلينا نوصل 1000 متابع هناك. ايه رايك بالتحدي ده؟ سهل مش كده؟ هسيب لك الاختيار يا صديقي، لو عجبك التحدي ده او التحدي ده. ولو مستعجل على المقطع الجديد وعايز تعرف هيحصل ايه مع محاسن، هستناك في قناه التليجرام علشان نختار مع بعض شويه حاجات ونلعب شويه وهنا وهناك ونتدلع. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد. وسلام عليكم. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. وتسيبي بيتك وتفلقي تصدقي